النهاردة هحكي لكم عن تجربة علمية ممكن نقول عليها إنها كانت الأكثر رعبًا في تاريخ العلم. تجربة اتعملت من سنين طويلة ولحد النهاردة لسه الناس بتتكلم عنها وبتسأل إزاي العلماء قدروا يعملوا كده؟ وإيه اللي حصل فعلًا في النهاية؟ صدقني بعد ما تسمع اللي جاي هتحس إنك مش قادر تصدق إن دي تجربة حقيقية وإن العلم ساعات بيكون ليه جانب مظلم جدًا. في الثلاثينات من القرن العشرين، مجموعة من العلماء الروس قرروا يعملوا تجربة غريبة جدا. الفكرة كانت: هل ممكن نمنع الإنسان من النوم تماما ونشوف إيه اللي هيحصله؟ العلماء كانوا عايزين يعرفوا لو الإنسان اتمنع من النوم لفترة طويلة جدا، إيه اللي هيجراله؟ هل جسمه هيتأقلم؟ ولا هيدخل في مرحلة انهيار كامل؟ جابوا 5 سجناء وقالوا لهم: إحنا هنخليكم تشاركوا في تجربة علمية، ولو كملتوا للنهاية هنديكم الحرية. التجربة كانت في غرفة مقفولة بإحكام، مفيش فيها أي نافذة ومعزولة عن العالم الخارجي. الغرفة كان فيها أكل وشرب كفاية للشهور وكاميرات للمراقبة. والأهم من ده كله إن العلماء ضخوا في الغرفة غاز معين، قالوا إنه هيخليهم صاحيين من غير نوم. الأمور كانت طبيعية جدا، السجناء بيتكلموا مع بعض، بيقروا، بيحكوا قصص، بيغنوا، مفيش أي مشاكل. لكن مع دخول اليوم الرابع والخامس بدأت الأمور تتغير. الناس بدأت تتوتر، عصبية، صراخ، شك في بعض. اللي حصل كان مرعب. السجناء دخلوا في حالة هلوسة، بدأوا يتكلموا مع نفسهم ويضحكوا ضحك هستيري. واحد منهم قعد يصرخ بالساعات لحد ما صوته اتقطع وما بقاش يقدر يتكلم. اللي كان أغرب إن مفيش حد نام، كلهم لسه صاحيين، عينيهم حمرة، جسمهم مرهق لكن مش قادرين يغمضوا. الوضع خرج عن السيطرة. بعض السجناء ابتدوا يمزقوا هدومهم ويقطعوا جسمهم بنفسهم، والعلماء كانوا شايفين ده كله من الكاميرات بس سايبينهم. تخيل إن في واحد منهم بدأ ياكل أجزاء من جسمه، والمرعب إن التانيين ما وقفوش، بالعكس كملوا كأنهم مش حاسين بحاجة. بعد أكتر من 15 يوم بدون نوم، العلماء قرروا يدخلوا الغرفة، لكن اللي شافوه كان كابوس. 3 من السجناء ماتوا بطريقة بشعة، والاتنين اللي لسه عايشين حالتهم كانت أسوأ من الخيال. جسمهم متقطع، دم في كل مكان، ومع ذلك كانوا عايزين يفضلوا صاحيين. كانوا بيتوسلوا للعلماء: من فضلكم ما تخلوناش ننام. كأن النوم بالنسبة لهم بقى الموت. العلماء اتصدموا، لأن الغاز اللي كانوا بيدعوا إنه منبه طلع إنه بيدمر العقل والجهاز العصبي بشكل تدريجي. واللي حصل مع السجناء إنه عقولهم اتفصلت عن الواقع، بقوا أشبه بوحوش مش بشر. والأغرب إن آخر جملة قالها واحد من السجناء قبل ما يموت: إحنا نفسنا مش بشر، إحنا الشر اللي جواكم كلكم، واللي الصحوة دي أخرجته. وساعتها التجربة اتقفلت للأبد واتمنعت أي تجربة مشابهة بعدها. التجربة دي اتسمت بعد كده باسم Russian Sleep Experiment، أو تجربة النوم الروسية. ناس كتير بتقول إنها أسطورة، وفي ناس بتأكد إنها حصلت فعلا بس اتكتم عليها. اللي متأكد منه حاجة واحدة: العلم مش دايما نور، ساعات بيكون ظلام مخيف. ولو الإنسان استغل العلم غلط، النتيجة بتكون كارثية. قولولي يا جماعة، انتوا شايفين التجربة دي حقيقة ولا مجرد أسطورة مرعبة اتكتبت علشان تخوف الناس؟ استنوا تعليقاتكم تحت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك قريب.